بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من المواضيع المهمة جدا في انتشار في مصر الفترة اللي فاتت وفي الوطن العربي كله موضوع الطاقة الشمسية. وللأسف يعني في جهل رهيب جدا مننا احنا كمهندسين بالمجال، أو في عدم رؤية وفي عدم وضوح في المجال نفسه، لأنه لأسباب كثيرة، من أولها المجال لسه جديد، ده أهم سبب فيهم. ما علينا. المهم، أنا قررت إن أنا أقدم اللي أنا فاهمه في المجال بصيغة مبسطة أوصله لأي حد عايز يتعلم أي حاجة في المجال. أنا مش عايز أتكلم بناحية علمية بحتة لا، أنا عايز أتكلم بناحية عملية أكتر. أنا هقول المعلومات اللي عندي، قد يكون فيها أخطاء، قد يكون معلومة معرفش أوصلها، أنا هعمل اللي أقدر عليه. مبدئيا إحنا هنتكلم عن الطاقة. تمام. أنا عارف إنه أول جزء ده هيبقى ممل شوية، لأنه موضوع نظري أكتر من عملي، بس يعني كبداية لازم نبقى عارفينها. الطاقة الطاقة هي اللي احنا نعرفها من زمان. الطاقة هي المقدرة على بذل الشغل، أو أي حاجة حوالينا في الدنيا طاقة. الصوت طاقة، الرؤية، رؤية الضوء نفسه طاقة، الرياح طاقة، الشمس طاقة، الحرارة طاقة. أي حاجة حوالينا في الدنيا طاقة. لما أنت بتضرب كورة طاقة، لما أنت بتشيل حاجة طاقة. طيب، دي نماذج من صور الطاقة. العصافير التغذية بتاعها، القنابل، whatever، في أي كومباوند، أي عملية في الدنيا لازم يكون فيها طاقة، عنصر أساسي فيها. تمام. خلينا نتكلم على حاجة مهمة جدا، خصائص الطاقة اللي احنا نقدر نجيبها من تعريف الطاقة. الطاقة هي المقدرة على بذل الشغل. تمام. يعني بمعنى إن الطاقة مقدرة على بذل الشغل. في قانون نيوتن تقريبا، الطاقة لا تفنى وتستحدث من العدم، ولكن تحول من طاقة من صورة لأخرى. كويس، يعني احنا كده عندنا أكتر من صورة بالطاقة، نقدر نحول بينهم بسهولة. بالظبط كده. طيب، نيجي على حاجة تانية مهمة. احنا قلنا الطاقة هي المقدرة على بذل الشغل. تمام. طيب، وحدة قياسها الجول. احنا عندنا أكتر من شكل، أكتر من فورمة للطاقة. في حاجات أساسية، في 5 حاجات رئيسية: الهيت، كيميكال، الكترومagnetic، نيوكلير، ميكانيكال. دي تقريبا الحاجات الأساسية. طبعا الطاقة يعني أشكالها أو أنواعها مختلفة كتيرة جدا، صعب إن حد يوصلها، بس احنا بنتكلم دي حاجات رئيسية احنا حاسين بيها ونقدر نتعامل معاها. نبدأ في أول حاجة، الطاقة الحرارية. تمام. الطاقة الحرارية بين الحرارة نفسها طاقة. الحرارة ممكن نحولها من حرارة كطاقة حرارية لأي حاجة تانية، وممكن نحول أي طاقة أخرى لطاقة حرارية. تمام. بعيد عن أي اللي بيحصل تفاعلات داخل الذرة عشان يولد حرارة وكده، ده هتقدر تشوفه في السلايد هنا، أو تقدر تبحث عن، ننزل السلايد ده على الدرايف، وهنزل معاه ملفين أو 3 بالعربي وبالإنجليش، بحيث إنك تقدر توصل معلومة كاملة. الطاقة الكيميائية. الطاقة الكيميائية تتمثل في ترابط الذرات، أو مش فاكر كنا بنقول على إيه، بس يعني اللي هو تباعد الذرات عن بعضها والمسارات والحاجة دي. تمام. دي طاقة كيميائية. بعد الطاقة الكيميائية، مثال منها، مثال بسيط جدا: الوقود بتاع السيارة. أنت بتاخد الوقود بتحوله لطاقة، لطاقة حركة. في طاقة في النص، طاقة حرارية، دي هيجي وقتها بس مش دلوقتي. تمام. الطعام انت بتحوله لطاقة، يديك طاقة حركة، يديك أي أنواع طاقة الجسم كاملة بتاخدها من الوقود تقريبا. تمام. فدي طاقة كيميائية. الباور طاقة. تمام. الطاقة الكهرومغناطيسية اللي هي تحويل أي طاقة لطاقة كهربية. تمام. الكهرباء، خطوط الكهرباء تنقل أمواج كهرومغناطيسية أو كهرباء عموما، يعني دي طاقة القوس قزح، أو طاقة الضوء، أو طاقة الإكس راي. دي كلها طاقات يعتبر إلكترومagnetic إنرجي. تمام. بعد كده الطاقة النووية أو الطاقة الذرية، دي حاجة تانية، حاجة تقريبا دي الطاقة الرئيسية.
بعيد عن المفاعلات النووية اللي بتحصل دلوقتي أو المفاعلات النووية الموجودة في بلاد كتير. لا، احنا بنتكلم عن التفاعل النووي. التفاعلات النووية دي أساس الطاقة يعتبر في الكون كله. تمام. ليه؟ لأن هي بتمدنا بالمصدر الرئيسي للطاقة، أو بتحصل في المكان الرئيسي اللي بيمدنا بالطاقة اللي هو الشمس. الشمس بيحصل فيها تفاعلات، عشان كده بتبقى فيه إشعاع الحرارة والضوء. بعد كده الطاقة الميكانيكية. الطاقة الميكانيكية إنك تتحرك، إنك تعمل ميكانيك أي حاجة ميكانيكية، دي طاقة. نيجي إنك أنت تضرب كرة، طاقة. إنك أنت تتحرك، طاقة. أي حاجة ميكانيكال، طاقة. تقدر تحولها من صورة لأخرى. تحويل الطاقة زي ما قلنا، الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن تحول من صورة لأخرى. التحويل بيبقى فيه فقر، ماشي، بس بتقدر تحولها إنك أنت محتاجها في صورة معينة. طيب احنا كده عندنا مصطلح مهم جدا، تحويل الطاقة. تمام. إيه، أي صورة من صور الطاقة تقدر تتحول لصورة تانية. مش لازم يبقى تحويل مباشر، لا، ممكن يكون تحويله في عملية وسط. تمام. زي مثلا الطاقة الشمسية نقدر نحولها لطاقة كهربائية بأكتر من طريقة. الطاقة الشمسية نقدر برضو نحولها لطاقة كيميائية. تمام. برضو دي حاجة مهمة جدا. أي طاقة نقدر نحولها لطاقة تانية. تمام. ومثلا الطاقة الكهربية نقدر نحولها طاقة ميكانيكية. في الموتور في البطارية الطاقة الكيميائية نحولها لكهربية، أو العكس. آه، طاقة الووتر فول اللي هو طاقة المياه نقدر نحولها لطاقة كهربية عن طريق أكتر من حاجة، التوربينات والجنريتور. تمام. هنا التحويل المهم اللي احنا بنتكلم عليه، تحويل الطاقة الكيميائية الطاقة ميكانيكية أو لطاقة حركة. بس هنا في تحويل وسيط، في حاجة بيتم عن طريق مرحلتين، مش مرحلة واحدة. مش من طاقة كيميائية لطاقة ميكانيكال، لا، بيتم من طاقة كيميكال لهيت لميكانيكال. فكده في تحويل بسيط. ممكن نقدر نوصل لتحويل مباشر، أو مش ممكن لحد دلوقتي مختاروش، ممكن موجود whatever. بس احنا الجهاز نفسه ده او الديفايس نفسه ده، التكنولوجي بتاعه انك انت بتحول من طاقة لتانية لتالتة عشان تقدر توصل للحاجة النهائية. طيب، دي صورة توضيحية من كيميكال لهيت لميكانيكال. الطاقة ليها نوعين أساسيين، بعيد عن صورها. لا، الصورة دي هيئة احنا بنشوفها، بس الطاقة نفسها كميكانيزم ممكن نقدر نقول، أو نقدر نقول كإيه، نقدر نقول إنها كفورم نفسه أو كميكانيزم بتتحول لنوعين: طاقة حركة، طاقة وضع. طاقة الحركة هي المسؤولة عن الموشن. الكينيتيك انرجي is energy of motion. طاقة التحرك أو التزا إنك أنت تعمل ابتعاد أو تعمل حركة من مكان لآخر. طاقة الوضع مسؤولة عن التخزين. طبعا قانون الطاقة الأساسي اللي احنا قلناه من شوية، الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن تحول من صورة إلى أخرى. القانون الأساسي في قوانين الطاقة، أو القاعدة الرئيسية اللي احنا بنمشي عليها، هو قانون أينشتاين اللي هو E يساوي MC تربيع. وأنا شايف إنه دي بسهولة جدا ممكن أي حد يوصل القانون ده جه ازاي وإثباتاته كاملة. هنا هنتكلم عن الفوكابولاري ووردز اللي احنا خدناها لو موجودة في السلايد كله. كده يبقى احنا خدنا بداية مبسطة جدا لمعنى الطاقة أو تحويل الطاقة. نقدر نتكلم في حاجة يعني بكل بساطة. الطاقة، أنا لما بتحرك ببذل طاقة. تمام. أنا لما بعمل حاجة ببذل طاقة. أنا لما بشيل أي حاجة من الأرض ببذل جهد. الجهد ده يعني طاقة. تمام. الجهد المقدرة على بذل شغل. الجهد المبذول هو الطاقة. أي حاجة حوالينا بتشتغل عن طريق الطاقة. مفيش حاجة بتشتغل من غير أي حاجة، لأ، لازم يكون في طاقة، في انبوت وفي اوتبوت، في دخل وفي خرج. الخرج خلاص احنا خدناه ان هو طاقة. الدخل برضه طاقة، بس من صورة للتانية. بس
دي بداية. وهنبدأ من المرة التانية إن احنا نتكلم عن الطاقة الشمسية وكل مميزاتها، ونبدأ شوية شوية. أنا بالنسبة لي الهدف الرئيسي في هذا الشرح البسيط إن أنا أدخل في مرحلة تانية، اللي هو هناخد وقت فيها شوية، مرحلة تصميم أنظمة الطاقة الشمسية. وبعد كده إن شاء الله هندخل على مرحلة التركيب. بس التصميم أنا شايفه إنه أهم، لأنه في برامج كتير جدا وفي سوفت وير مهم جدا، لازم ناس كتير تفهمها، لازم الناس تهتم بيها. وإن شاء الله هنبدأ في أكتر من برنامج تصميم، وتبقى حاجة إن شاء الله كويسة جدا وهتعجبكم بإذن الله. كده يبقى خلصنا الجزء الأولاني، وأتمنى إنه يكون عجبكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.